راديو أرابيا نقدم برنامج البصمة الرائعة. جولة حول الوطن العربي، نختار البصمات الرائعة ونقدمها لكم، بصمة حديثة وبصمة من السابق. وأنت معنا المستمع، أين بصمتك؟ ومن هو؟ ومن هو قدوتك في الحياة؟ شاركنا على إيميل راديو أرابيا وعلى صفحات راديو أرابيا، وكن معنا البصمة الرائعة. كل حلقة مع ضيف جديد ووصفة جديدة من الوطن العربي. نحاورها ونتعرف على نقط النجاح بحياته. تابعوني على مدار ساعة كاملة مع برنامج البصمة الرائعة. إعداد وتقديم أميرة الحناوي. هندسة إذاعية ومونتاج فيديو حسام عرفات. على أثير هوا راديو أرابيا، الهوا هوانا. والبصمة الرائعة دائما معنا. يسعد لي جميع وقتكم، واهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام. معكم أميرة الحناوي على مدار ساعة ونصف مع البصمة الرائعة. معنا اليوم أكثر من بصمة، ورح نبلش بالبصمة السورية، ورح نلتقي بأيهم طباع بعد شوي إن شاء الله بحوار شيق مع أغاني ومع ألبومه وأغاني اللي هي الجديدة إن شاء الله، ونتعرف عليه أكثر ونسمع منه أكثر بصوت إن شاء الله. ما عليكم إلا تراسلوني على أرقامنا وعلى طبعا SKB راديو أرابيا وصفحتنا الفيسبوك. شو حابين تسمعوا من أيهم طبع الليلة؟
في برنامجنا البصمة الرائعة رح يكون دائما معنا الأصوات الجميلة نبرز موهبتها ونتابع البصمة يلي طبعا تركتها على المستمعين، إذا كانت بصمة فنية أو بصمة علمية أو بصمة أيا كانت هي البصمة. تابعونا دائما على برنامجنا واكتبوا لي المسجات إذا كنتوا حابين تطلعوا معنا بهيدا البرنامج. بروح لأيهم وبنسمع لأيهم الكاين قلبي. أكيد رح نتعرف على الحب في حياة أيهم طباع من خلال جولتنا بحياته، وهنعرف حياته العاطفية كمان. تابعونا أسرار أيهم طباع والكاين قلبي. أكيد الحب الحقيقي بحياة الشخص أو الحب من أول نظرة أو الحب الأولاني بحياة الناس له تأثير كبير. رح نشوف الحب الأولاني بحياة أيهم طباع ما أحلى وأجمل الأغاني يلي برزت من خلال طبعا موهبته كمطرب سوري وبصمة سورية رائعة جدا. تحياتنا له أكيد. وبعد شوية بننتقل إلى استديوهات راديو إريبيا ونلقي معه الضوء على حياته الفنية وحياته الاجتماعية. أكيد تابعوني على صفحة راديو إريبيا السايت تبع الراديو، وتابعوني على الفيسبوك راديو إريبيا، وأيضا السكايبي تابعوني على سكايبي راديو إريبيا RADIO.ARABIAA، وراح تلاقوا ان شاء الله بصور الفيديو ايضا هيدا السكايبي ورابط راديو إريبيا. ايضا تابعوني مسجات على تليفوننا او اتصالات، اكيد بشرفونا بصوتكم الجميل 00191 44550565. بيسأل على تعبي وهو سبب تعبي، شو ثاني كلمة فراق. هيدا الكريم قلبي تركني وعاشق
يسمعونا. أهلا وسهلا فيك أيهم من سوريا، كيف الحال؟ الحمد لله تمام نشكر الله. كيف الجو عندكم؟ كيف الجو عندكم؟ أنت وينك هلا؟ أنا حاليا بالبيت، لكن شوي وصلت على البيت كان عندي يعني تسجيل هيك رح نخليه اكسكلوزيف لإذاعتكم إن شاء الله. يسلم كثير أكيد. طيب أيهم، سوريا طبعا والبصمة من سوريا والصوت العذب، احنا طبعا وضعنا لك هلا اغنية نسهر سوا، والليلة رح نسهر معك اكيد ومع صوتك الجميل وجولة في حياتك الفنية. بتحب تبلش من وين يا ايهم؟ تعرفنا على حالك؟ طبعا يعني هلا انا بداياتي كانت من ال 11 سنة تقريبا، كنت طفل يعني. بلشت بشكل جدا كان بسيط يعني. بتعرفي بداية بهالعمر بيكون يعني تلاقي تشجيع من أصدقائك، من الناس المقربين إليك، وبعدين تتطور يعني مرحلة مرحلة. نعم. تمام. نعم، حلو حلو التطوير اكيد بحياه الفنان يعني. بس احنا حبينا حبه حبه، انت اخذتنا كلها في دقيقه واحده. نعرفك وانت طفل، نعرفك وانت مراهق، نعرفك وانت بالجامعه مثلا بدراستك، نعرفك يعني تعطينا جوله فنيه بهاي المراحل. اكيد اكيد. يلا. هلا انا تقريبا يعني بعد سن ال 11 سنة بلشت شارك مثلا بالحفلات المدرسية مثل ما بتعرفي، يعني المناسبات الوطنية اللي بتصير بالمدرسة وبالرحلات وهيك. فانه لقيت تشجيع كتير حلو، هذا الشيء اللي اعطاني حافز لقدام انه اشتغل اكثر يكون الفن والموسيقى والنغمة هو طموحي بالحياة يعني مستقبلا. هيك وهيك. هيك. طب تتذكر اول اغنية غنيتها وقالوا لك برافو صوتك حلو بجنن؟ تتذكرها؟ تتذكرها؟ اول اغنية غنيتها هي اغنية للراحل الله يرحمه العملاق اللبناني وديع الصافي. الله يرحمه. طيب نسمع شو. قتلوني عيون السود. بتقول قتلوني عيون السود يا ليل المال حدود، قتلوني عيون السود، قتلوني عيون السود يا ليل المال حدود، قتلوني عيون السود، وبنية عم تكبر من يوم ليوم، سهران حروسي بسيوف الليل، بنية عم تكبر من يوم ليوم، سهران حروس بسيوف الليل، خوفي يا سنين لا تمر سنين، خوفي يا سنين لا تمر سنين، وينسوني عيون السود، قتلوني عيون السود يا ليل المال حدود، قتلوني عيون السود. الله 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 ما شاء الله. طيب جاي لك مسج من سنفور الدي جي سنفور، بيقول ممكن نسمع أغنية من صوت الفنان أيهم طرب لو سمحتوا؟ طربية يعني يعني طرب سوري بدهم. طرب سوري أكيد. يعني أنا بحب غنية شو اسمها هاي فوق النخل، وبعدين توصل معها الغنية بتاعت طعميته طعماني القراصية. لا اسمه سنفور ال دي، معلش تحياتي لك استاذ سنفور ال دي المتواجد على المواقع الالكترونيه اكيد. تمام. اتفضل صفحات الفيسبوك، اتفضل. نقول
بعطور لماك واصطنيها إن عيني لا ترى شيئا سواك أدرى الكاس وطيبها بعطور لماك واصطنيها إن عيني لا ترى شيئا سواك فليقولوا ما عادوا فليقولوا ما أرادوا ونعيمي في رضاك ونعيمي في هواك ونعيمي في رضاك يا باي حبيبي فوق النخل فوق النخل فوق مدري لمع خده يابا مدري القمر فوق والله ما اريد باليني بلوان فوق النخل فوق يابا فوق النخل فوق مدري لا ما خده يابا مدري القمر فوق والله ما اريد باليني الله الله، عن جد الطرب السوري له نكهة هيك مميزة. أيضا بنوجه التحية لسنفورة، أيضا LD هي كمان طلبت الطرب السوري وأكيد لبينا لك طلبك. بنرجع بعد الفاصل لأيهم ونشوف شو عنده من جولة في حياته الفنية والعاطفية. لكل العرب البصمة الرائعة مع أيهم طباخ. كل ليلة تنطر للطل بشوف عيونك هالحلوين وحياتي عليكي لتفلي خلينا الليلة سهران. الليلة
شو حمل وشواشة الفرح بعيون الناس بعيون الناس الطيبين الكل مجرء أو إحساس دوت قلوب العشاقين شوف الفرح بعيون الناس بعيون الناس الطيبين الكل مجرء أو إحساس دوت يسلموا كتير. أكيد صوت جميل ما شاء الله تبارك الله وأداء رائع جدا. طيب نتكلم شوي على فترة الجامعة أو فترة الدراسة. هاي الجولة يعني كيف كانت فنيا معك؟ تماما. هلا أنا إجت فترة يعني انقطعت شوي عن الموسيقى يعني تقريبا كنت بالسنة الأولى كلية اقتصاد تجارة واقتصاد. بهي السنة أنا انقطعت شوي عن الموسيقى، لكن يعني كانت فترة كتير بسيطة وبعدين رديت رجعت للموسيقى وأكيد يعني وقتها أنا خلص يعني قررت إنه أنا أدخل أكثر بمجالي الفني وخلص أدرس شيء اللي أنا بحبه، يعني أبعد عن التجارة والاقتصاد. فهذا اللي صار. أكيد في إجينا لما دواليب حتى بتحييك طبعا وبتقول أيهم صوتك بيجنن والمروعة، ممكن نسمع شيء يفرح قلبنا وقلبك بالتوفيق يا نجم بلدنا. على عين على عين. يا مثل الشباب طاب المطالي أحلى والتعالي يا مثل الشام ويلا مالي طال المطال يا حلوة تعالي. تمام؟ حلوة كتير. بس هي شوية يعني. شوي. طيب اوكي بنحب نسمع دايما يعني هيك شيء مطول. على ذاتي أحلى زمان قضيته معاكي أحلى زمان قضيته معاكي يا مال الشام على بالي هاكي أحلى زمان قضيته معاكي أحلى زمان قضيته معاكي ودعتيني وعهدتيني ودعتيني وعهدتيني ودعتيني
طيب أيهم جولتك مع أول أول ألبوم لإلك، أعطينا هاي الجولة هيك ونشوف مع مين مرتب وكيف الألبوم صدر وأعطينا أخبارك. فترة صدور الألبوم كانت ب 2011 تقريبا، بس للأسف يعني ما أخذ حقه مثل باقي الألبومات، لأنه كان الفترة يعني زمن صدور الألبوم تزامنت مع فترة اللي هي صارت بداية الأزمة بسوريا. نعم. شيء كتير أثر علينا كفنانين، يعني ما قدرنا إنه نسوق حالنا بشكل صح أو شكل ظروف البلد أثرت عليكم. نعم. تماما. فهذا كان من أسباب إنه ما كتير أخذ حقه الألبوم. بس طيب نذكر الأغاني اللي في الألبوم شو هي؟ حلوة، مثلا بلبنان، بالأردن، بسوريا الحمد لله حقق أصداء حلوة، وفي نسبة يعني نسبة إعجاب فيه بشكل كتير كبير. نعم. طيب نذكر الأسامي الأغاني اللي في الألبوم، نشوف إيش هي كانت الأغاني حتى يتابعوا معنا. الأغنية دي اللي هيك هي اسمها أنت الحق، هي كلمات ألحان شاعر السوري الكبير، شاعر الملحن الأستاذ سعد الديب، أكيد موجه له تحية على أسير إذاعتكم. نعم. والأغنية الثانية كانت نسهر سوا، تماما هي ألحان أواز ترك احنا كنا بنستمع لها كتير، نسهر سوا من شوية كانت حلوة كتير. هي ألحان الفنان التركي أواز ترك، أكيد بنوجه له تحية كمان، وكلمات حلو بتكتب ما شاء الله. طب حلو، هلا بدنا نشوف الشعر ونشوف الاشياء الجميله معك. طيب والاغنيه الثالثه؟ الأغنية الثالثة كانت اسمها خوفي عليك، هي بعنوان خوفي عليك. طيب نتوقف شويه عن كل اغنيه هيك، ناخذ مقطع مثلا. على عيني وراسي. تحبي نبدا بخوفي عليك او انت الحلا؟ يلا انت الحلا، عشان انا امبارح سمعتك كتير عجبتني. كل ليلة بنطر تطلي تشوف عيونك الحلوين، وحياتي عليكي لتفلي خلينا الليل سهرانين. كل ليلة بنطر تطلي تشوف عيونك هالحلوين، وحياتي عليكي تفلي خلينا الليل سهرانين. انت الحالة كل الحالة، واغلى واغلى من الغلا، عصواريك الورد عدالة، باسمك شو حب الوشواشي. انت الحلا كل الحالة، واغلى واغلى من الغلا، عصواريك الورد عدالة، باسمك شو حب الوشواشي. الله الله الله، يسلموا اكيد يسلموا. رح نسمع اكيد منك الحلا باذن الله كلوجو نحطه في سهراتنا ان شاء الله في راديو ارهبيا. وحلف القمر، أيهم طباخ على راديو إريبيا.
وحلف القمر بصوت أيهم طباه حصريا لراديو أريبيا البصمة الرائعة مع أميرة الحناوي. مرقول حصادي مرقول طيور البر يبسوا الدين والغيم دلنجر وعم ينزل احساسي يبكوا بفيل الود وناطورة الياسمين بعدها نرجعك بعد بالحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملت أوصافك يا روحي. راديو أريبيا لكل العرب البصمة الرائعة أميرة الحناوي. أحلى السهرات وأحلى المنوعات مع البصمات العربية دائما على أثير راديو أريبيا. وحلف القمر حلف القمر الله عليك يا أيها بالحلال جبايل جبايل الجرس طوش بابي يا قمر لا يستهر فوق الخدود وزاد الحلال جبايل جبايل الجرس طوش بابي بالحسن لا بلدك يا روحي يا روحي كل أوصافك يا روح. حصريا على البصمة الرائعة أيهم طباع. على أثير راديو أريبيا انطرونا دائما مع البصمة الرائعة، واليوم بصمتنا بصمة سورية. والسحر هاب بقلب دوم والشعر هاب في عداتي عن عيني عيني عالهوى عيون 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 الهوى بينكم طب الهوى بأحلى عيون 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 الهوى بينكم والسحر هاب
راديو إيريبيا بكل العرب ان شاء الله. طيب طيب ايهم، هي كانت الاغنيه الثالثه تقريبا في البومك، اللي هو بعنوان شو كان الالبوم؟ الالبوم بعنوان انت الحلا. يعني حتى انت الحلا واخده اسم الالبوم، حلو كتير تبع الالبوم يعني. نعم. طيب اللي بعد هيك اعطينا الاغنيه اللي بعد هيك في الالبوم. الأغنية الثانية نسهر سوا. نسهر سوا. يلا نسمع، خلينا نسهر معك اليوم للصبح. بدي اشوفك الليلي غالي يا نسهر سوا وندب وندوق نسمات الهوى يا حبيبي انا قلبي انكوى يا حبيبي انا قلبي انكوى انا وياك نسهر سوا وندب وندوق نسمات الهوى يا حبيبي انا قلبي انكوى يا حبيبي انا قلبي انكوى نسهر سوا وندب وندوق نسمات الهوى يا حبيبي انا قلبي انكوى يا حبيبي انا قلبي انكوى. الله يسلموا ايهم، اكيد حلوه الغنيه كثير بتجنن، ان شاء الله بالتوفيق دائما. طيب بنروح لألبومك ونشوف بقيه الاغاني. انا مكتوب عندي خوفي عليكي وصرخ السوريه وبغني لك وبعدك يا امي تقريبا. هلا عندك ارخص من اي ما قلتها سجل يعني ما كانت ماني بأرخص. سنجل لحالها يعني. كانت سنجل هي اواخر سنة 2012. نعم. طيب نسمع منها مقطع بنقول فيها اسمي شاني ركيت عترابك قلب دمعة سخي عن تحضن ولادك ياسميني شاني ركيت عترابك قلب دمعة سخي عن تحضن ولادك شام صرخة بدها مين يداويها شو بتعني كلمة يعني أخ بيحميها يا خسارة
استكترت عليها كل وردة دبلت منا عم تكبر بعينينا بالاسم نحن اخوي عم تدبل ضمايرنا كل وردة دبلت منا عم تكبر بعينينا بالاسم نحن اخوي عم تدبل ضمايرنا الله يرجع الحال ان شاء الله لسوريا احسن من الاول وبيهدى البال ان شاء الله لكل العالم العربي لكل بلد شريح ان شاء الله يا رب. هلا انت وين مقيم ايهم؟ انا كنت سابقا مقيم بمصر، حاليا مقيم بسوريا لفترة مؤقتة، يعني بتعرفي هون شوي واقفة النشاطات الفنية بسبب الاوضاع طبعا اللي احنا هلا عايشين فيها. اكيد طبعا. بس لكن عندي ان شاء الله عندي قريبا يعني نشاطات كثيرة بمصر وعندي بالامارات ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نروح فاصل ايهم وبنرجع لك اكيد ان شاء الله مع البومك ونستمع اكثر لاغانيك بصوتك باذن الله. خلي لي اياك، شكرا. اكيد مستمعي الكرام ويلي عم بيتابعوني طبعا من خلال برنامجنا البصمه الرائعه، قلب شجاع تحيه لك، وكان نحط له اغنيه ماجد المهندس كون يمك، ان شاء الله رح لبي لك طلبك اكيد. ايضا محبي ليليا ونور فرواتي ايضا عم يتواصلوا معنا مسجات واتصالات ايضا، ولكن عندنا فقرات حاليا. شوفك ليلي غالي قلبي على قلبي وعيني يا قمر لك عني بس شوفك ليلي. البصمة الرائعة أميرة الحناوي على إثير راديو ريبيا، والبصمة السورية أيهم طباع. والبندق يسمعك الهوى يا حبيبي أنا قلبي كوا يا حبيبي أنا قلبي كوا أنا وياك نسهر سوا والبندق يسمعك الهوى يا حبيبي أنا قلبي كوا. أيهم طباع بصمة سورية له العديد من الأغنيات استمعوا له على أثير راديو إرابيا في البصمة الرائعة. ان شاء الله بعد ما بتنتهي حلقتنا البصمة الرائعة بتنزل فيديو كليب على قناتنا قناة راديو إريبيا. تابعونا وتابعوا الارشيف الرائع من البصمة الرائعة للمقابلات السابقة مع المشاهير ومع البصمات الجميلة من كل الدول العربية. يا حبيبي أنا قلبي كوا يا حبيبي أنا قلبي كوا صر تحية مجددة مستمعي راديو إريبيا، وما زلنا على أثير راديو إريبيا والهوا هوانا.
البصمة العربية دائما معنا. أجمل البصمات العربية في برنامجنا البصمة الرائعة، إعداد وتقديم أميرة الحناوي. بنروح لضيفنا من سوريا، البصمة السورية أيهم طباع، ونكفي معاه مشوارنا في البصمة الرائعة. أغنية رائعة لأيهم، وبنكفي مشوارنا مع أيهم طباع معنا من سوريا، بصمة سورية. تحياتي لك يا أيهم، أهلا وسهلا فيك. طيب نكفي مشوارنا مع ألبومك والأغاني الجميلة يلي عم نسمعها ونتواصل معك من خلال برنامجنا. بنروح لغنية تقريبا خوفي عليكي، ما حكينا عنها صح؟ عليك. خوفي عليك، اوكي تمام. شو قصتها؟ هي يعني عبارة عن حالة، يعني حالة ممكن يكون أنا أو أكثر من حدا عاش فيها، حبيت إنه جسدها بكلماتي بإحساسي أنا، إنه قصة بتصير مع كثير ناس، إنه حدا أنا شاب بحب بنت، لكن الصبية بتعاتبني على خوفي عليها، وقت اللي بخاف عليها بتعاتبني. بتعرف الصبايا هيك بيفتكروا الغيرة والخوف وإنه تشدد على الوحدة. يعني نعم. أنا من شدة حبي لها وغيرتي عليها أكيد ممكن أقسى عليها بلحظات، لكن أنا من محبتي لها عم قل لها إنه ليلي شو ذنبي أنا لو كنت بحبك، ما بقدر أخبي خوفي عليكي. عرفتي هيك يعني بشكل مبسط. فهي هيك بتقول اللي شو ذنبي لو أنا أحبك، ما بدك خبي خوفي عليك. اللي شو ذنبي لو أنا بحبك، ما بقدر خبي خوفي عليك. تروح وتنساني وما تسأل عني، ما بدك هاني قول ما بدك، تروح وتنساني وما تسأل عني، ما بدك هاني قول ما بدك. الله حلوة كتير. طيب أيهم أكيد في فترة معينة هيك بحياة الفنان لازم يكون في ملهم، يكون في ملهمة، يكون في شغلة هيك حلوة بتشجع الواحد. بحياتك احكي لنا شو في عندك من إلهام، في عندك من شغلات حلوة، ذكريات جميلة. قصدك عن حياتي التفكير؟ هو يعني الواحد لما بيجي يغني مثلا بيكون عنده شيء إلهام مثلا. نعم.
الملهم دائما موجود طبعا. يعني لازم الإنسان على قد ما بيحب، على قد ما بيبدع أكتر، على قد ما بيعطي شيء من قلبه تماما. بقلك أنا أكيد يعني مرقت بكتير علاقات كانت حلوة بحياتي، لكن في علاقة واحدة هي اللي بتعلم بكل حياتك طبعا، هي الحب الأول اللي أكيد بعمره ما بينتسى. قد ما أنت مثلا لنفرض تزوج الإنسان وصار عنده أسرة وصار عنده عائلة وهيك، فأكيد الحب الأول يضل معلم بقلبه لآخر العمر. فلا يخلو الأمر أكيد. أكيد طبعا ما بيخلو الأمر، وخصوصا الفن والطرب نوع من العواطف الجياشة والإحساس الدافي، وبيكون تأثير أكيد الحب كبير على المطرب يعني وعلى الأغاني واختياره للأغاني. يعني مثلا بتلاقي الصبايا مثلا إذا حبت أوكي كل مش بس على إنه فنان وبيغني ومطرب أو هيك، على كل حدا من موقعه، كل حدا بمجاله. أنا رسام، حبي هو اللي بيلهمني، حبيبتي هي اللي بتلهمني أكيد. حب الناس لإلي هو بيلهمني كمان أكتر. محبة الناس كمان كتير بتلهمني وبتعطيني إحساس ممكن طلع منه كتير أعمال، يعني أعمال تضرب على الوتر الحساس. أكيد. طيب أيهم أكيد كل مطرب له قدوة هيك وبيحب إنه دائما يعني يعني يتمثل له إنه يكون مثل هيدا الشخص في فنه مثلا أو في اختيار أغاني. مين قدوتك بالفن ودائما بتردد له هيك؟ أكيد بالمرتبة الأولى العملاق والصافي. أكيد. مرتبة عندك أكيد ملك تراث سوريا والشام حلب اللي بذكرنا بكل شبر من سوريا. أكيد أستاذ صباح فخري الله يطولنا بعمره يا رب. وطبعا في كتير أسماء يعني بخاف انسى حدا. هو السؤال فعلا بيوقع الواحد بالفخ وممكن الواحد ينسى. خلينا بعيدين عن النسيان. طيب شو الاغنيه اللي دائما بتحب ترددها؟ يعني هيك بتلاقي حالك منسجم وانت بتدندنها. هلا انا كثير بحب الموسيقار ملحم بركات كثير. طبعا وجه تحيه كثير كبيره له، وبتمنى انه يكون مستقبل لي عمل من الحانه اكيد ان شاء الله. الله كريم. لا تقول لي بتحب اغنيه، هو انا بحبه هو بيغني اغنيه لمطرب تاني اللي هي خطرنا على بالك. خطرنا على بالك اكيد اكيد. اسمعها منك؟ نعم رح نغنيها. انا بقول لك نسمعها يلا سوا. خطرنا على بالك، خطرنا يا هوا، كان مالنا ومالك، نحنا يا هوا لا بعمرنا هوينا ولا شافت عينينا طيفك يا هوا. خطرنا على بالك، خطرنا يا هوا، كان مالنا ومالك، نحنا يا هوا لا بعمرنا هوينا ولا شافي عينينا طيفك يا هوا. سمعنا عن أخبارك أسرار وعجايب، قالوا يا منارك لوعت حبايب. سمعنا عن أخبارك أسرار وعجايب، قالوا يا منارك لوعت حبايب. قولوا يا نشامة عن أول علامة، قولوا يا نشامة عن أول علامة،
على بكتاب الهوى بكتاب الهوى خطرنا على بالك خطرنا يا هوى كان مالنا ومالك نحنا يا هوى اللي بعمرنا هوينا وانا شافك عينينا طيفك يا هوى طيفك يا هوى طيفك الله تسلم كتير حلوة. طيب أكيد وصلنا على الأغاني الموجودة في الألبوم. يمكن الأغنية بغني لك تقريبا وفي بعدك يا أمي. شو بتحب تبلش؟ هلا انا طبعا يعني بنسبة كبيرة من الالبوم تعاملت مع الملحن نفسه اللي هو ملحن تركي أواز ترك، وكان في نخبة كتير كبيرة من الالبوم من كلماتي، فهي الأغنية بتنضم للأغنيات اللي كانوا من كلماتي وألحان الفنان تركي أواز ترك أكيد. فبغني لك أحلى غني من قلبي لإلك هدية انت اللي حباهي بحبك أجمل هدية بغني لك أحلى غني من قلبي لإلك هدية انت اللي بحباهي حبك أجمل هدية رح غير لون الدنيا ولحن كلامي غني حبك عطول السنين وحبك أجمل ديني رح غير لون الدنيا ولحن كلامي غني بحبك عطول السنين وحبك أجمل ديني. أكيد رائع جدا. خلصت. أكيد رائع جدا. أنا بغطي الصوت علشان ما يطلع عنا زنة لإلك وتخرب عليك الانسجام. أكيد رائع جدا. طيب أيهم ضايل معنا غنية واحدة، وفي مطلوب منك أغنية لأم كلثوم من أيضا من الأدمنية على صفحتك، ومحبي أيهم برضو مسجات عم يتابعوا بيكتبوا مسجات وبيقولوا ما شاء الله وبيقولوا سلموا عليه ومحبيك متواصلين معنا. أم كلثوم طالبين أم كلثوم. لحظة نشوف أم كلثوم اللي طلب حب يعني لكل الأدمن اللي على صفحاتي الفنية واللي دائما هن يعني متواصلين معي بشكل دائم. نعم. وبشكر أنا كمان إيمان وجدي اللي بتنقل المسجات، وبشكر كمان أميرة اللي بتنقل المسجات. أكيد تحية لإلهن وعلى تعاونهم معنا بالسهرة. طيب نسمع دارة الأيام. دارة الأيام مطلوب هيك مكتوب عنا دارة الأيام. من عيوني. تفضل. تسلم. ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعاد وخصام وقابلته نسي
خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وقابل نسيتني وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وقابل نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي وحرته معرفش ازاي انا كلمته مقدرش على بعده حبيبي مقدرش على بعده حبيبي مقدرش على بعده والأشواق عليه سلم وخد ايدي في ايدي خد ايدي في ايدي والأشواق عليه سلم وخد ايدي في ايدي خد ايدي في ايدي قابل والاشواق عليه سلم وخد ايدي وهمس لي اللي الحق عليه ونسيت ساعتها بعد مالي وهمس لي اللي الحق عليه ونسيت ساعتها بعد مالي فين دموعي اللي ما نامت ليالي وابتسامة من عيوننا السهل فين دموعي اللي ما نامت ليالي وابتسامة من عيوننا السهل أمر عذاب وأحلى عذاب أمر عذاب وأحلى عذاب عذاب الحب للأحباب
الحب للأحباب قدرتش أصبر مع البعد ده الصبر عايز صبر لوحده ما قدرتش أصبر مع البعد ده الصبر عايز صبر لوحده ما اقدرش على بعده حبيبي ما اقدرش على بعده حبيبي ما اقدرش على بعده حبيبي انا ليا مين انا ليا مين يا حبيبي. يسلموا أكيد أيهم. و طبعا ضيل معنا غنية للأم وهي أجمل أكيد الأغاني اللي تحمل السمو وتحمل المشاعر الجياشة للأم. الله يحفظ أمهاتنا إن شاء الله ونسمع منك للأم ونشوف في نهاية فقرتنا معاك إن شاء الله. خليكنا نسمع الأغنية وبعدين تحكي لك. تفضل. اوكي. سرت عيني ضاعت أحلامي بعدك يا أمي الدنيا تعباني صعب الدنيا صعب صعب بعدك يا أمي رحتي وتركتيني لحالي مع حزني وهمي صعب الدنيا صعب صعب بعدك يا أمي رحتي وتركتيني لحالي مع حزني وهمي بشوفك وانا بروح تدمع عيني حسك عم تبكي وعم تدعي لي كنت تداوي كل جراحي وتحني علي غبتي وغابك كل الدنيا دنيا حوالي وكنت تداوي كل جراحي وتحن علي غبتي وغابت كل الدنيا دنيا حوالي وكصاب الدنيا صعب صعب بعدك يا أمي رحتي وتركتيني لحالي مع حزني وهمي. أكيد الله يحفظ أمهاتنا إن شاء الله يحفظ لك أمك بإذن الله. واستمتعنا كتير فعلا بصوتك الجميل. أيهم بصمة من سوريا، شو حابب تقلنا في نهاية لقائنا معك؟ شو حابب تقلنا في نهاية برنامجنا معك، وحابين كمان نسمع جديدك قبل ما ننهي معك كمان. هلا ان شاء الله يعني
عم حب أغنية هيك فرحة شوي عن الأحد من شوي إن شاء الله بعنوان مبروك، اسمه مبروك إن شاء الله، كلماتي ألحاني إن شاء الله تنال. انت قلت لي مش في بداية البرنامج في اشي حصري، نسمع هيدا الشيء اللي كنت مخبيه. ايه على اكيد. حب فنان عيوني ما بتنام، قلبي سكر دوبتي يا كل الحنان، سنين اللي ولدني والعمر رجعتي، مبروك الفرحة علينا يا عمري مبروك، والفرحة تملى عينينا يا حبي مبروك، كل الناس تهنينا تهنينا مبروك، مبروك يا شريكة حياتي، مبروك الفرحة علينا يا عمري مبروك، والفرحة تملى عينينا يا حبي مبروك، لما نشبك ايدينا يا عمري مبروك، مبروك يا شريكة حياتي. مبروك اكيد حلوة، شكرا كتير لك عن جد. كتير جميل. رح نسمع شيء لسه ما نزل بكون حصريا لك. شكرا لك اكيهم. شو حابب تختم معنا بسهرتنا معك اليوم؟ شكرا كثير على اللقاء، استمتعت يعني كان لقاء كثير رائع. الله يخليك. وطبعا بدي اشكرك كثير، كان كل التنسيق معك، ف عليك الشكر اكيد. اكيد انا كمان اشكرك يعني اللي كانوا معك وما كانوا معك. ان شاء الله يا رب تكون حب وخير وسعاده. امين ان شاء الله يا ربي. شكرا لك ايهم بصمه من سوريا. تحياتنا لك ونشوفك ان شاء الله باعمالك الجديده على راديو اريبيا قريب جدا باذن الله. تحياتي لك. شكرا. تحياتي. مع السلامه. راديو أريبيا نقدم برنامج البصمة الرائعة. جولة حول الوطن العربي، نختار البصمات الرائعة ونقدمها لكم، بصمة حديثة وبصمة من السابق. وأنت معنا المستمع، أين بصمتك؟ ومن هو؟ ومن هو قدوتك في الحياة؟ شاركنا على إيميل راديو إرابيا وعلى صفحات راديو إرابيا، وكن معنا البصمة الرائعة. كل حلقة مع ضيف جديد ووصمة جديدة من الوطن العربي. نحاورها ونتعرف على نقط النجاح بحياته. تابعوني على مدار ساعة كاملة مع برنامج البصمة الرائعة. إعداد وتقديم أميرة الحناوي. هندسة إذاعية ومونتاج
استوديو حسام عرفات. على أثير هوا راديو الهوا هوانا. والبصمة الرائعة دائما